مرحبا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. واليوم رجعنا لكم فيديو جديد كلش حلو. قبل لا نبدأ بهذا الفيديو خلونا اللايك والاشتراك والتعليق الحلو. مثل حضراتكم طبعا احب تعليقاتكم الحلوة، وهواي جاي يشجعوني انزل يوميات وانزل اشكال والوان. شنو انتم تطلبونه من عندي راح انزلنا لكم. هاي مثل هنا بديت وياكم دائما تقولوا لي صوري لنا ابنك. هذا ابني صورته قدامكم، مشيطيت له سبحته العفو ومشيطيت له وطلع للشارع يوم جمعته. هنا صارت اهلي بنات كلش ظلمة، حبيت اشوفكم اياها لان هواي تقولوا لي صوروا لنا بيت اهلك نريد نشوفه. لان بس لبخ ما مبيضين قصدي. يلا عادي مشكلة، ما في حل عادي المونتاج. مثل ما شفتوا طبعا دا اروح عند بيتي، زوجي جاي بالدرب بدي ياخذني. وهنا أنا اجيت احمل مرقة البانية لي لان احب البانية. فزوجي خابراني قال لي كيري انه انا جبت كباب، يعني جاب عيشة وياه. قلت له شنو هذا العيشة؟ انا ماله من الكباب ومن الدجاج. قال بعد جبته وخليته بالسيارة شلون ارجعه. فسويت لبن وهذا عيشاني قدامكم، وسهمنا وسهمكم الف عافية. طبعا بنات هذا الفيديو لقطات لأن شنو هو تعرفون انتوا بعد يعني نريد نشيل ثاني يوم. طبعا هنا قاعدة على جودة أكبر، وجاي حاكي ويا مرت أخوي وقالت لمرت أخوي لازم يشيل أغراض ويجيبهن ويانا، يجيبهن إنه. فأنا ما أتجرد قلت لكم لأن أجا كلش غالي. فقعدت بدونة أهلي هنا مثل ما جاي تشوفون. هاي ثاني يوم الصبح تريقت وكملنا. حبيت أشوفكم هاي الأغراض اللي جاي أنزل بالبردات. وبس الرجال ما رضى، قال ما أريد أتعبك، اقعدي وسكتي أنا أحملن كلهن. وهنا مثل ما جاي تشوفون شو الهوسة. طبعا أنا تغديت ورحت لأهلي والغراض كلها جاباها وراي لأن ما أقدر أشيل ثقل، البت كلش نازلة بنات. وهذا غدانا الحلو، حبيت أشوفكم إياه. دائما هو أنا من الصبر زوجي يقول لي صبري لهم أشياء. بنات هاي طبعا هاي الصينية قدامكم ب5,000. 4 أنواع مرق وفندوة وتمن نوعيتين وحلاوة حمراء. الأكل كان كلش طيب يعني الحمد لله والشكر. بس أنا ما أتلذى بالأكل مال المطاعم، أكو بمزن أكو بيزن، فأنا ما أتلذى أكل إلا بيدي. يعني أنا أسوي الشي أكله بيدي. وطبعا بنات أشكركم على تفاعلكم وياي. إن شاء الله تكبر قناتي وتكبر عائلتي بجار الله وبجاركم. وإن شاء الله راح استمر وياكم 10 محرم البداية كلش راح تستفادون أشياء راح أسوي، وصون القاسم راح أسوي وياكم. إذا تحبوني ظلوا وياي بقناتي وراح تستمتعون إن شاء الله. طبعا هاي هنا مرقة الباذنجان ما حد كلاها. هنا مرقة الباذنجان ما حد كلاها ولا أنا كليتها. يعطون طاستين فاصوليا مثل ما جاي يشوفون. طبعا هذا التبس ما كليته ما أحب أنا. طاستين فاصوليا كلش طيبة الفاصوليا. ومرقة قيمة كلاها زوجي كلش طيبة، أنا كليت الفاصوليا. وسهمنا وسهمكم ألف عافية. طبعا هنا دق موبايل زوجي، وهنا قرأت ايش زوجي قال ايش بيك؟ قلت له اي عبالهم انا مزعلة وياك. طبعا بنات انا هسه حاليا شيلت ببيت اهلي بدوانيتهم، لميت غراضي، لميت شاكو شي وساحة شبيرة خليت عليها الدوشة مال الشرباية نام عليه، وبطانية واحدة كلش كافي، وبيها قفل يعني اطلع امشي اقفل وياي الغرفة. فان شاء الله راح اروح انا للسوق واشتري غراض مال محرم. طبعا بنات هاي هنا من حاجة سامع لابسة طبعا نعال وجرنتي وقلبتي لان هالي شوية عني شوية يعني قريبين. وهنا أنا جاية زوجي يلم بالغراض. وهنا الهوسة طبعا بنات أنا مصورت وركبت السيارة قدامكم. طبعا هذا غدا الأمال، وعفت الغدا بالسيارة ورجعت مرت الثانية لأن بعد ما أطب للبيت، ورجعت مرت الثانية وأصور بيه لأن بنات أنا عرست بهذا البيت.
ذكره ظليت بيه 8 أشهر. يلا طلعت من عنده. هسه راح أشوفكم إياه. طبعا أنا شي فرح يعني، بين فرحانة وبين ضايجة. تعرفون بعد انتم يعني هو ضيق وأقل من 100 متر، فش أسوي؟ ذكرياتنا وهاي يعني. الحمد لله والشكر. حطيت يمه لاي. هنا رجعت مرة ثانية صورت لكم الاستقبال فلوا السبارة كلها فلوا الهاي. قالوا ابو شهدي يلا حتى المطبخ صوري. قلت له شو اسوي؟ هنا الكاونتر قلت لكم افتيله البنية لين باع بس الطبخة شنو. هاي هنا لميت الغراض متاني زوجي يشيلهن. وتعرفون بعد التم هنا درت بالليل. انا رحت ورا الغدا لاهلي بس الغراض بالليل. هنا ابن عمي جاي يعدل بالقلوبات وهو شال الغراض. هنا علقنا السبلت وهاي الهوسة قدامكم شوفوها. طبعا هاي هنا ما مصفيته لان انا ومرت اخويا راح نصفي. لا المعرض ممسوح مال التلفزيون، لا التلفزيون معلق. ذني كلهن راح اغطيهن بغطاء وارتبهن واسوين مثل النضيدة. طبعا شوفوا حتى هذا المفرغة مالت السبلت راح اشيلنها واخليها برا واخلي مكانها طباخ وصف القنفة. وهنا أنا عاجنة الكباب بنات. طبعا هذا الكباب رهيب، إذا سوينا راح يشكرني أو تدعلي بنات. كباب يجنن يخبل. هسه حتقولون كيري سويتي بيه يعني ايش حطيتي بيه؟ بنات حطيت لحمتين وذرتين وشحمة ثرمتين سويتهن شلون مثل علم النبي مثل الناعم يعني حلو مثل لحم القاص اللي يعطيكم اياه مشرح. وحطيت شحم وطماطة وحدة راس ناعميته وبصل 5 ناعميتين ومن غير توابل وطحين شوية وكركم وملح. بنات طلعت رهيبة حتى ابويا تعجب عليها. انا دائما من اروح لاهلي اسوي لهم اكلاتي اللي يحبها ابويا. ما ياكل لا من ايدهم ولا من ايد مرت اخويا الا من ايدي. يموت على ايدي يعني. يقول لي بابا انت شو تحطين للاكل؟ بس قولي لي اكلك كلش طيب. يموت علي متعني. ربي يخليه ويحفظه لي. انا منشولة هسه حاليا جاية من تجي لكم منشولة كلش وصدر متنك والسبلت على خشمي من نامن. اسبح ونامن علي فشي يصير بحالي. المهم هنا جاي اقلب وياكم. طبعا بيت اهلي كلش ظلام لان قلت لكم قلوبات ما بيه ولا مبيضينه يعني. فشي اكيد ما يحطون قلوبات هو ظلام. وهنا نوصل نهاية هذا الفيديو. طبعا بنشوفوا الكباب كلش طيبة وتخبل كلا ابويا لمن مل وبعدين قال ضمي الي. وصلت نهاية هذا الفيديو. ان شاء الله يعجبكم بنات. اتمنى تدعمون هاي القناة وتساعدونها بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة حتى الله يستمر وياكم. تحياتي للجميع ومع الف سلامة. باي باي.